السلام عليكم. انا متاكده يا اختي انت اللي كتفرجي في هذا الفيديو غترجعي عندك هذه البسبوسه معتمده حيت هشيشه ورطبه وفي نفس الوقت اقتصاديه. يلا نبداو على بركه الله بطريقه التحضير والمقادير. اول حاجه غادي نحتاجها جوج مندرينات بالقشره ديالهم، عندي نص كاس ديال المطايب، نص كاس سنيده، نص كاس الزيت وثلاثه البيضات، قبصه ديال الملح، زلافه د الفينو ما يعادل 250 غرام، وجوج خمارات من وزن 8 غرام. 8 غرام هي 16 غرام، وشاسي ديال فاني. كنحاول نقطع داك الليمون ونتاكد بانه ما عنديش العظم فيه باش ما يطلقليش المروره. كناخد خلاط كهربائي كنضيف فيه الليمون مباشره، غادي نضيف البيض. كانوا عندي 3 البيضات من الحجم الصغير، الا كانوا عندك جوج كبار ضيف فيه جوج بيضات فقط صافي. وغادي نضيف في هذا الاثناء قبصه الملح مهمه كتعاد لنا الذوق، نص كاس ديال المطايب، كذلك السكر، نص كاس السنيده والزيت. وغادي نخلط الكل في الخلاط الكهربائي من غير الفينو والخمارات. كذلك في هذا الاثناء راني ضفت الفاني. كنحاول نخلط كلشي في مره، غادي نطحن مزيان حتى ما يبقاش يبان لي الفرات ديال المندرين او ميم طون داك الخليط كيبقى يختار. صافي كنبقى نخلط ونتوقف حتى نحصل على الخليط اللي بغيت منسجم. خديت الاناء اللي غادي نفرغ فيه نكمل فيه الخدمه، وغادي نكمل غير بالخلاط اليدوي. صافي خديت دوك جوج خمارات، حاولت نديرهم فوق الفينو، وغناخد خلاط يدوي وغادي نحاول نخلط كل شيء على واحد القوام كيطلع لي قوام خفيف بحال ديال الكيك. هذه راه كيكه وفي نفس الوقت بسبوسه، الفرق اللي بيناتهم هو الفينو. بالنسبه للكيكه كنديروا الفورص والبسبوسه كنديروا الفينو اولا السميده. خديت مقله ثقيله، حاولت ندهنها بواحد معلقه ديال الزبده، واللي بغى يدير شي مول اخر يديرو. رشيتها برشات من الفينو باش نكون متاكده بانها ما غتلصق لياش، ضامناها. المهم في هذا الاثناء كنت شاعله الفران مسخنها من قبل ونقص عليه. بالنسبه للفران الغازي، بالنسبه للفران الكهربائي على 180 درجه بحال اللي كنطيبوا الكيك. المهم دخلتها في هذا الاثناء الفران، ومر ما دازت نص ساعه وهي في الفران مباشره غندوز نقلبها في هاد الطبسيل اللي غنقدمها فيه وهي باقا سخونه. غنحاول نسقيها. انا خديت غير هاد العصير ديال درهم الغني عن التعريف، كيعطيها واحد لوغو مزيون وكيزيد يهششها. اللي بغى يضيف يسقيها بالحليب اولا بشي عصير د الليمون اولا بالمناضه. المهم انتي بغيتي تسقيها ولا ما بغيتيش، المهم كتجي زوينه. حاولت ندهنها بواحد 2 معالق ديال الكونفيتور، وغادي نرشها بالكوك. واللي ما بغاش يدير الكوك ما يدير شويه ديال الكاوكاو ولا شويه المكسرات. المهم انا كان عندي غير الكوك، درت غير الكوك. وغنحاول نزينها بقطع من المندرين وريقات ديال المندرين. والتزيين كيبقى اختياري وعلى قد المستطاع، الانسان ما يكلفش على راسو بزاف. وهنايا غادي نكون وصلت معكم لاخر نهايه الفيديو. يلا خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وصفه جديده وهضره جديده ان شاء الله.